عسلامة عسلامة، مرحبا بكم يا رب. ان شاء الله تكونوا الناس كل بخير وسلامة. اليوم عندنا فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم وفكرة جديدة. اليوم باش تحكيو على عن المسحوف. انتم تعرفوا لي رمضان ان شاء الله قريب، ان شاء الله الناس كل يا ربي تعدي بخير وسلامة، وربي يبعد علينا الكوارث، وربي يلطف بينا ان شاء الله، ويلطف بالشعب السوري الشقيق، ويلطف باخواننا في تركيا واللي ماتوا الله يرحمهم وان شاء الله ماواهم الجنة يا ربي، ان شاء الله يكونوا من الشهداء. رمضان قريب على الابواب. اليوم باش نعطيكم فكرة في المسفوف نجموا نعملوه بثلاثة طرق نفس المسفوف، على خاطر ثم اللي مثلا ما ياكلش الرمان، وثم اللي ما ياكلش الزبيب، وثم اللي ما ياكلش التمر، يبدا مخلط مع بعض، ولذلك احنا ننوعوهم، ولكن هو نفس المسفوف. نبداو بسم الله باش نعملوا المسفوف هذايا نتاع رمضان. عندي لهنا تقريبا 250 جرام كسي مفور، وعندي لهنا حبة واحدة نتاع رمان، كعبة واحدة نتاع رمان، وعندي التمر باش نزينو بيه، والتمر قصيته باش نحطوه في المسفوف. عندي الزبيب الحر، الزبيب الأكحل مش الأبيض، وعندي زيت زيتونة باش ناخذو منه باش نبلو الكسكسي، وناخذو منه باش بعد تالي نخلطو المسفوف متاعنا. وعندي 3 مغارف سكر، وعندي شوية زهر معمول في الدار، شوية ملح باش يبنن الكسكسي باش ما يجيش باسل ومص، 2 عواد قرفة او عود المسمار كل واحد شنو يسميه. لازم المواد نبداو بسم الله نبلو الكسكسي نتاعنا. بسم الله، هذا الكسكسي نحطو عليه شوية ملح كيما هكا باش ما يجيش ماس، نحطو عليه شوية زيت كيما هكا، زيت زيتونة، ناخدو خلطوه مليح كيما هكا في الزيت، باش يدخل في الزيت باش تجي كل حبة وحدها، كل بذرة تاع كسكسي تجي حدها، ما يجيش لاصق، يجي معجن. هذه خلطناه. بسم الله نحطو الماء الكمية الكافية، لأنه الكسكسي المفور هذايا يحب الماء بايد باش يتبل. نحطو 2 مصابر نتاع القرنفل كيما هكا، كمية صغيرة خاطر نحطو لها 2 مصابر كاو و2 عواد قرنفل كاو، وطاو نخليوه كيما هكا باش يتنفخ الكسكسي يتبل في عقله، ونرجع لكم ان شاء الله. بسم الله، هذا الكسكسي نتاعنا ما شاء الله هاهو تبل مليح وارتاح، وما شاء الله بضر زيد في الكمية. كي تخليوه يرتاح وتخليوه يشرب ماء في عقله يزيد. طو حطوه باش يتفور، حطوا الكسكسي يتفور بالزيت، لازم يتفور مليح باش ما يقلقش معانا. حطوه طاو الكسكسي كيما هكا يتفور، وبعد ما يطيب نرجع لكم ان شاء الله باش نخلطوه مع بعضنا ونوريكم كيفاش التخليط نتاعو ان شاء الله.
هذه كسكسينا فورناه التفويرة الأولى. نعملوا له تفويلة ثانية. ننصح كل أخت باش معناها اللي تعمل الكسكسي المفور كي تعاودوا خير، فوروا مرتين خير، حطوا له شوية ماء كيما هكا مش برشا ونفوروه باش يجي طري. إذا كان يفوروه تفويرة برك راهو يجي يابس شايح، ولذلك كي تفور تفويرتين كيما هكا يجي طري، يبدا طري، يجيش شايح، وتجي حبات الكسكسي يجيو يابسين. نعملوا له تفويره اخرى. فورناه التفويره الاولى وهذه التفويره الثانيه بليناه بالماء ونحطوه يفور باش يجي طري. ان شاء الله يحضر ونرجع لكم ان شاء الله. مرحبا بكم مره اخرى. هذه كسكسينا وها ما شاء الله حضر. ها هو نحيولو عاود القرنفل كيما هكا، نحيوهم خليهم في الكسكسي. هذا الثاني. سامحوني انا بكريكا نسيت ما قلت لكمش على الزعفران هذايا، زعفران الشعرة، الزعفران الحر فرنسي حر، حطوه كيما هكا يعطي منظر ويعطي نكهة. هكا يبدل اللون بتاع الكسكسي. تو نبداو بسم الله. نحطو الرمان كل كمية، خليه شوية باش نزينو بها من فوق كيما هكا الصحن تاع الرمان. خليته كيما هكا. نحطو بسم الله كمية الزيت الزيتون الكل هكا. ما ننصحش الاخوان اللي يعملوا المسوس بالسمن والا بالزبده، بالاخص في رمضان يقعدوا نهار كامل والتقريعه نتاعهم معناها سمن والا زبده يقلق المعده ياسر ويقلقهم زاده في النهار. ولذلك اعز حاجه هو زيت الزيتونه، اخف من الزبده واخف من السمن وما تقعدش تقريعه خايبه في النهار. هذا كسكسي بالرمان. نحطو كمية السكر هكا. كمية السكر كيما هكا حطيناها. تو نزيدو نلحقو الزهر هكا كمية الزهر. تو ناخدو كمية هكا نحطوها كمية كيما هكا نقسمو هكا. احنا باش نقسموها على 3. هذايا نحطوه كيما هكا. ناخدو الزبيب هكا نخليه كعبات نزينو بهم الفوق. هاي بسم الله حلول المسحوق الرمان. هذا الرمان وزبيب كملوا نحط عليه كعبة الزبيب من الفوق هكا. هذا بسم الله حلول حاضر. ناخذ نص الكمية، ناخذ نص الكمية هنا
هكا. طب نص الكمية كيما هكا ناخدو نحطو فيه تمر رقيق هكا. خلطو التمر كل مع بعضه مع الرمان، ونحطو منه نص العصير هكا. هذه مصفوف بالرمان بالرمان والتمر هذه هكا. طب ناخدو الزينة نتاعو هكا تمر، هذه هذا الثاني. هذه وقفة ثالثة نحط الجبنة، هذه وصفة ثالثة. هذه وصفتنا اليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. وصفة بسيطة ومن نفس المصفوف، نفس الكسكسي اللي عملناه. نجم تعمل منه 3 أنواع. بالنسبة للي ما يحبش التمر ياكل بالرمان، واللي ما يحبش بالرمان ياكل بالزبيب، ويتنوع معناها ويعطي منظر هكا ويعطي لون فوق الطاولة. ومعاه كويس حليب كيما هكا في رمضان، يقعد بنادم نهار كامل متقنع وشبعان وراوي بالحليب. ان شاء الله تكون يا ربي عجبتكم. بالنسبة للي عندهم السكر زاد الرمان وكهو من غير تمر من غير زبيب. وبالنسبة معناها الصغار في العمر يحبوا التمر ويحبوا حاجات حلوة. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم ونالت اعجابكم. ما تنسوش باش تحطوا جيم والاشتراك في القناة، وبارك الله كل من يدعم القناة ويساهم فيها. وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يزيدنا من خيره. البلاد مطرت الايام هذية، حتى لك البكمة ولك الزيتون ولك والحمد لله الواحد يحمد ربي. وان شاء الله يا ربي نلقاكم بخير وسلامة انتم مع عائلاتكم وصغيراتكم، وبسلامة بسلامة، وبارك الله فيكم وعلى خير ان شاء الله.